السلام عليكم، مساء الخير. نلتقي مرة أخرى في برنامج لقاء خاص. هذه المرة ضيف خاص، قضية خاصة، زاوية معالجة خاصة. لماذا؟ لأننا صدمنا بجانب الإنسانية. فجعنا حقيقة ولم نحضر أي حرف لهذه الحلقة. نتكلم بقلب مفتوح لهول الصدمة من القضية المعروضة أمامنا. نحن أمام نداء للصوت الإنساني فينا كلنا كصحراويين، وك بصفتنا الإنسانية نتوجه إلى العالم لكي ينصت إلى هذه القصة الحزينة المأساوية. علنا نتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. معنا ضيفا الليلة على حلقة لقاء خاص من تأطير موقع أنباء إكسبريس وتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، الأخ الشاب الصحراوي محمد حذيه ولد البد ولد الطريح. سيعرض لنا قصته وسياقها والظروف التي يعيشها. فليتفضل مشكورا. مرحبا الأخ محمد حذيه. مرحبا بك وسهلا وهلا الصحافي. مرحبا بك وسهلا وهلا الهيبة. حياك الله وبياك، وجزاك الله خيرا على هذه الاستضافة اللي قطعا عنها لاحقين عليها، واللي لحقنا لهذه الظروف لين ننجو نتكلم عن هذه الواقعة اللي واقعة هذه السيدة اللي ينقالها فاطمة القاضية جامع المحجوب أحمد عبد الله وجوزتي، وقطعا عن في ظروف قاسية قبال. نحن حاز لنا واحد يقول له محمد ولد لبات، وشيشة لنا طفيلة متعلقة أخلاقها بها هي بأمها، وأمها مريضة بمرض سرطان عاد مزمن، مرض مزمن. مات عندها حركة عن فرنسا بالعلاج، وسجلها في الجوالات عطر الصيف سلام، ونين سجلها قال لها لا نجيبها لك ولا تجبري منتك بإذن الله تعالى. قيمنا ونين سجلها، جبنا الكواقط الواحد يقولوا له قيسانو محمد سالم يشتغل في الرعاية مع السويدة من تبيرو، وسجلوها وطلعوها للشبيبة مع لوائح لا ريوخا في لا ريوخا. عقب نحن مشينا ونين مشينا جينا إلى فرنسا، ونين جينا لفرنسا قيم حاز عليها وقلعها، قلع الطفلة ينقالها نوى محمد يحدي. واليوم نحن اللي نطالبوا به الحقوق الإنسان، ونطالبوا بونيسيف، ونطالبوا بجميع حقوق الطفل، حقوق الطفل. عن هذه الطفلة اليوم الليلة ما لنا عارفين باش بتعشى، ما لنا عارفين باش بتغدي، ما لنا عارفين شو واكله. وامها عادت قربها لالها، ورانا مشينا في ذوات تعود شفتهم تبكي وتدمع الدور منتها. ولا 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 قائد من قيادة الجبهة اتكلم لنا، لا مدير مركزي، لا والي، لا قائد، لا مدير، لا ممثل. ليش يتكلم لنا عن هذه الحالة الإنسانية اللي هي جاية؟ ولا قطعا عني ماني لين نسرقوليتي، ولا لين نخلي جوزتي من اجل لين تم عاطنين يعطيني مولانا العاطيه هي، ولا يعطيني انا مولانا العاطيني. وانا اليوم نطالب حقوق الانسان، ونطالب حقوق الطفل، والجمعيات كامله من شرقها الى غربها عنهم يوقفوا معايا وقفه تضامنيه اللي الطفيله تجي لامها اللي عاد متعلق اخلاقها بها. الأخ محمد حذيه، أنا اللي نسوي لك سؤال مبدئي، سؤال في البداية. كيفتاش زوجتكم الله يشافيها ان شاء الله فاطمه الغاليه جامع المحجوب احمد عبد الله قلت لي اسمها، كيفتاش وصلت لفرنسا باش تتعالج؟ باغي نعرف يا كان تمت الرعايه بها، يا كانت تمت مساعدتها مثلا في الحصول على تاشيره سفر، يا كانوا سفرت في سياره اسعاف. شنو هي الترتيبات اللي عدلت؟ كان الجبهه قامت بذا وتحملت مسؤوليتها في اطار الحق في الصحه والعلاج، والله لا هذه اجراءات شخصيه منك انت ومن شهامتك ومن وقوفك مع زوجتك كان يشافيها مولانا ان شاء الله؟ هذا لا من شهامتي انا وقوفي معها، الجبهه ما هي مخلصه على تاشيره ولا هي عاطي تفيزه
ولا عاطتها بصبور، ولا هذا مني انا من اجل جوزتي، انا هو اللي جبتها، وانا هو اللي حرقت بيها، وانا هو اللي جبتها، وانا هو اللي دفعت بها، ولا جابها ما اعطتني ولا فيزا لها ولا باسبور ما يقدروا يشهدوا بها. منين جبتها فرنسا؟ قدمتهم طلبات؟ بكيت لهم، طلبتهم كاملين، وقفت عليهم. والى الممثل قريبي، قريب عندي ممثل جيته واعطاني مليون وزرقت له، ممثل في استراليا، جيته مقطر وقلت له كقريب لي وقف معايا، ما وقف معايا، ولا قايد وقف معايا. حست عليها وقفت معاها وحرقتها وجبتها. منين جبتها لفرنسا؟ كيفاش تم استقبالها في فرنسا؟ يعني هل تم الترحيب بها؟ هل فهمت، تم هل سهلوا لك؟ الترحيب بها من جانب الانساني من الفرنسيين، جزاهم الله خيرا. الفرنسيين جابوها واستقبلوها بالدواء، واستقبلوها بالإنسانية، بالروح الإنسانية والروح الرفاقية والأخوة. وإلى اليوم، إلى ليلتنا هذه، ما مباخلينها، ما هو البخل والسلات. وضعيتكم انتم ذريك القانونيه انت وزوجتك، وضعيتكم القانونيه، عندكم جواز سفر؟ عندكم اقامه؟ ايش عندكم؟ ما عندنا ما أخرى الجبهة وحدها، ولا عندنا إقامة. عدوا لنا هم كواغطنا، رفدوا لنا الكواغط ولا تعطونا كارت، وانا ما نشتغل ولا نخدم ما هو عليه. هي كوشيها، نقلبها، نرفدها، نطرحها، وفيها مرض مولي كيف ما العرفيه، مع غير المرض اللي فيها هي اللي تاثرت به، عاد فيها مرض نفساني منه آه، بمنيتي. الطفيله الصغيره الله يجمعكم بها ان شاء الله، النوة بنت محمد حضير اللي هي بنتكم، اين تخلقها هي؟ اخلاق 2018، هون عندها 5 سنوات. معناه انه طفله ما زالت قاصر، صغيره جدا في السن. قصيره بالذات في المخيمات، متواجده في ولايه تاوسر دائره صوب. حيتني. منين ديتوا زوجتكم الله يشافيها ان شاء الله؟ يعني قدمتوا طلب، ياك تلتحق بكم ابنتكم الصغيره، ياك تشوفوا تقرم امها بها عينها وذا؟ ايش قالت الجبهه في ذا؟ الجبهه الى حد الان، مات، انا ما نكذب، ما تلفن علي، ما هو حالا ما عاد نظرك ساعه ولا ساعتين، تلفن علي صاحب الشبيبه والرياده حسنيتو، تلفن علي وقال لي ليه نشوف ما يكون الا خير. عن فات حد قال لي علمتي ليه يجيبها لي، ما فات قال لي حد اي حد علمتي ليه يجيبها لي. ومساله الجوله، سمعتك قلت لي الجوله ما الجوله وسجلت الجوله وانكرطت، ذا روايته شنو؟ قدي صح؟ او نحاز عليها وشجلها محمد لبات في الجوله، والتالي حاز عليها وقلعوها لاسباب لكن بيناتهم هما مبين. الشيخ ولي وبيصانو ومحمد لبات، الشيخ ولينا وبيصانو ومحمد لبات يعدلوا مناصبهم شنو؟ مسؤولياتهم شنو؟ محمد لبات ممثل، بيصانو محمد قالوا محمد سالم يشتغل في الرعايه، هو اللي طلع التركه. الشيخ ولي متوقف بلوائح تركت لا ريوخا. سؤالي ذريك، في اعتقادك انت الاخ محمد يحضيه، يعني نقلعت منتك بناء على ايش؟ بناء على مثلا اساس قبلي، ولا اساس مصلحي، ولا بيع وشراء، ولا الروايه شنو؟ باش ما انا نقول عنه باش ما نجرموا جهه. باش ما نجرموا جهه، انا نقول عنه بيع وشراء، عن مبيوعه بلاصه منتي، للاسف شديد انباعت بلاصه منتي الحد ثاني. اذا احنا حبينا نعدلوا معك لقاء قصير، ياك فهمت؟ ياك تسمعوا الناس كامله، وتوفر لها الوقت تسمعك انت قبل تتكلم عن حاله، عن حاله زوجتكم الله يشافيها ان شاء الله، وعن حاله الطفله الصغيره القاصر. ياك تعود فم ساعي حميده، ياك تلتحق بكم ان شاء الله وفرنسا. ان مطالب شاء الله بشكل واضح، مطالبكم شنو؟ باش تطالبوا ضريب. نطالبوا الجهات المعنيه، ونطالبوا بحقوق الانسان، عنها تجيب لنا منتنا وندوروا منتنا، تجي لامها تغر منها عينها، عاد فيها مرض مزمن، وقطعا عنها عاد باقي تغر منها عينها الى قبل الحال تبكي. تعود شفت الفيديوهات تبكي وسمعوها صحراويين، وراني مشيت فيديوها
الخير بالله وتلفنت عليها ولا بقات تلفت عليا. تلفنت على خير بالله خير بالله شنو منصبها؟ والية ولاية توصل. تلفنت عليها ولا رفدت عليها ورسلت لها الفيديو، وكل نهار كل صباح نرسل لها فيديوهات التركه ونرسلهم، ولا فيهم حد منهم ولا من قد يقول مجيب. لي. ما فيهم ولا حد جاوب معايا يقول لي يحسن عونك، يحسن العونين نعدلوا. ما ندروا ما بذلنا مجهود، ما ندروا ما عدلنا، ما ندروا ما وسينا، ولا حد منهم قالها لي. سالم حسنيت وشبل التلفون علي ابوي قال لي ما يكون ما هو الا خير. احنا ما نكذبوا لا نقولوا لا شيء واضح. طيب اذا قلت لي مطلبكم الرئيسي والاساسي هو ان بنتكم ان شاء الله وتلتحق بكم في فرنسا، ياك تعود بجانب والدتها ان شاء الله التي ان نتمنى شاء لها الله. الشفاء. ان اذا شاء الله. ان شاء الله. كنا مع لقاء مباشر وحصري مع الاخ محمد حظيه ولد بود ولد الطريح، الذي يرافق زوجته السيده فاطمه الغاليه جامع المحجوب احمد عبد الله في رحله شفائيه نتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله، والذي عرض قضية يعني حقيقة مأساوية جدا تتعلق بمرض زوجته بمرض السرطان في حالة متقدمة نرجو لها الشفاء، ولكن كذلك عرض قضية قاسية الحقيقة ومؤثرة تتعلق بعدم سماح جبهة البوليساريو بمؤسساتها بعدم سماح ابنته بالالتحاق إليهما في فرنسا والبقاء مع والدتها المريضة، والتي أثر عدم السماح بانتقال ابنتها عليها نفسيا وعلى تماثلها للشفاء. والأدهى من ذلك أنه تم التلاعب بحقها في الانتقال في إطار برنامج عطل من أجل السلام الذي توفره بعض الداعمين الإسبانيين مع جبهة البوليساريو. تم بيع حسب يعني رواية الأخ محمد حثيه تم بيع مكانها لشخص آخر في تعسف واضح وانتهاك واضح للحق في الصحة، ثم كذلك للم شمل الأسرة الواحدة. من هذا المنبر وباسم موقع أنباء إكسبريس وباسم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المكون من منظمة أفريكا ووتش ومنظمة مدافعون عن حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، ونطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ونطالب اليونيسف، ونطالب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وجميع أحرار العالم على أن يتحركوا من أجل الضغط على السلطات الجزائرية باعتبارها الطرف الحاضن لمخيمات الصحراويين بتندوف. كما نطالب كذلك بالضغط على مسؤولي البوليساريو للسماح بانتقال هذه الطفلة القاصر يعني لم شمل العائلة في فرنسا بمعية والدتهم المريضة في فرنسا، ونتمنى لها الشفاء العاجل. يعني يتم الاتصال بالكثير من المنظمات والفاعلين الدوليين وخبراء الأمم المتحدة لإطلاعهم على يعني مجريات القضية، لإطلاعهم على المعلومات المتوفرة لدينا للتحسيس بهذه القضية. نرجو أن يعني يتدخل العقلاء وأن تدخل الأطراف التي الوسيطة لكي يسمح بالانتقال للطفلة نوى بنت محمد حظيه إلى الضفة الأخرى للالتقاء بوالدتها لمرافقتها في هذه الرحلة العلاجية الطويلة. شكرا لكم جزيلا. كنتم مع عبد الوهاب الكاين، موقع أنباء إكسبريس وتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية. شكرا جزيلا لكم. جزاك الله. جزاك الله خيرا. حياك الله بياك. انظر أمي لسه في فرنسا وهي في السرطان متوحشة عاد على 5 سنوات. دار لسه فرنسا في السرطان وقسني دار هي ما هم شجين ما حاسب شيء والناس كانت ما تشوفك شيء عندهم ولا ندخل عليها وانت ذاتيه تعدى الراس كذا تدمر في راسك تقوم اذا فيك لك شرطه بدخلك كما وحدكم واللي ما معك حق زين انا بدي بدي قال علينا ما نحبناش العقل والناس ما كنت شي حامدهم ولا انا لك ويا ربي حامدينك يا قالوا هات انا معك شويه تقرب علي قد ما